السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأخيرا أول فيديو لي في قناتي على منصة اليوتيوب، ولا بالأحرى أول فيديو لي بظهور شخصي على هذه القناة. مبدئيا كاين تحسن نوعا ما مقارنة بالفيديوهات اللي كنت نرفعها على القناة، ما عدا الخلفية اللي مع الوقت إن شاء الله راح تحسنها وراح تكون أفضل من الشكل الحالي. على كل حال دون أي إطالة ودون تقديمات، هيا نروحوا للفيديو. لعل أجمل قصص كرة القدم أو بالأحرى قصص أندية كرة القدم قصة النادي الإسباني نادي برشلونة. حرفيا تاريخ هذا النادي مليان أفراح وأحزان، انتكاسات ونجاحات، من البدايات الصعبة اللي شهدها النادي إلى تحقيق الأمجاد والأفراح في الكامب نو وكل إسبانيا. راح نكتشفوا مع بعض في الفيديو تاعنا تاع اليوم تاريخ هذا النادي الكتالوني العريق من بداية تأسيس النادي عام 1899 إلى غاية يومنا هذا. فانترو وهيا بنا نبدأ. قبل ما نحكيو على بداية تأسيس نادي برشلونة لازم منا نحكيو على مؤسس النادي في حد ذاته اللي هو خوان غامبر. ولد خوان غامبر أو بالأحرى هانكس ماركس غامبر، لأنه أصلا اسم خوان اكتسبه بعد إقامته بسنوات في مدينة برشلونة. على كل حال ولد بتاريخ 22 نوفمبر عام 1877 بمدينة وينترثورب بسويسرا. خوان ملي كان صغير كان مهتم جدا بمختلف الرياضات، ولعل أبرز هذه الرياضات اللي كان مهتم بها هي رياضة كرة القدم، حيث لعب في نادي بازل السويسري ثم نادي إكسلسيور السويسري حتى عام 1896. في هذا العام حدثت مجموعة من المشاكل لإخوان مع نادي إكسلسيور مما أجبره على الرحيل ومغادرة هذا النادي نحو نادي آخر. إلا أن خوان غامبر في هذا العام اللي سبق وحكينا عليه ما قررش أنه ينتقل للنادي، قرر مع مجموعة من الرجال تأسيس نادي جديد تحت مسمى اف سي زيورخ. النادي اللي بدا بطبيعة الحال النشاط الاحترافي تاعو عام 1901 وما زال موجود لغاية يومنا هذا. والعجيب في الأمر أكثر كل هذا وخوان غامبر في عمر 19 سنة فقط. وبعد ما تم تأسيس هذا النادي خوان غامبر لم يجلس بالكثير في هذا النادي، حيث قرر الانتقال لفرنسا لممارسة رياضة كرة القدم مع النادي الفرنسي أولمبيك ليون، حيث لعب مع هذا النادي في الفترة الممتدة ما بين 1897 إلى غاية 1898. وفي عام 1899 والتي تعتبر سنة التغيير بالنسبة لحياة خوان غامبر، حيث قرر في هذه السنة الانتقال وزيارة مدينة برشلونة. هناك من يقول أن خوان غامبر زار مدينة برشلونة لأسباب مهنية، وهناك من يقول لزيارات عائلية. احنا ما يهمناش، المهم أنه راح وشاف هذه المدينة. وما حدث أنه خوان غامبر أعجب بهذه المدينة إعجابا شديدا وقرر أنه يمدد الإقامة تاعو لسنوات في هذه المدينة. ونظرا لأنه خوان غامبر كان معروف بكونه إنسان اجتماعي سرعان ما تأقلم مع سكان المدينة وبدأ يمارس معاهم في رياضته المحبوبة اللي هي رياضة كرة القدم. لكن ومن خلال لعبه لرياضة كرة القدم كان يفكر خوان غامبر أنه يأسس نادي لكرة القدم، خاصة بعد علو صيت كرة القدم وخصوصا الأندية الإنجليزية اللي بدأت تسيطر وتحتكر على هذه الرياضة. وفي يوم 2 أكتوبر 1899 نشر خوان غامبر إعلان في صحيفة لوس دي سبورتيس. مفاد هذا الإعلان أنه يبحث على لاعبين لنادي كرة قدم راح يتأسس جديد. وفي يوم 29 نوفمبر من نفس السنة عقد خوان غامبر اجتماعا مع 12 رجلا، 6 من إسبانيا و6 من بقية أوروبا. أسمائهم جميعا راح نخليهم لكم في صندوق الوصف. وتم عقد الاجتماع وتم تأسيس النادي وتم وضع أول الرتوشات عليه من اختيار الاسم والألوان وشعار النادي، والتي يصدف أنه ألوان نادي برشلونة هي نفسها ألوان نادي بازل السويسري التي لعب له خوان غامبر سابقا في بداية مسيرته كلاعب لكرة القدم. لكن والغريب في الأمر أن خوان غامبر والذي يعتبر المؤسس الفعلي لنادي برشلونة لم يكن أول رئيس لنادي برشلونة في تاريخه، حيث تم التنازل لوالتر وايت الذي كان يعتبر أكبرهم سنا في الاجتماع. وبهذا رسميا تم تأسيس نادي برشلونة عام 1899. كانت أول مشاركة رسمية لنادي برشلونة في كأس إسبانيا عام 1902-1903، حيث وصل في هذه النسخة لنصف نهائي البطولة وانهزم أمام نادي إسبانيا فوتبول كلوب بهدف ل0 بعد أن تفوق في الدور السابق على نادي إسبانيول بنتيجة 3 أهداف ل0. وفي عام 1909 قام نادي برشلونة ببناء أول ملعب للنادي حيث كان يتسع ل6000 متفرج. وبعد هذا التاريخ بالتحديد شارك برشلونة في العديد من البطولات الدولية، حيث في عام 1909 قام بجولة في كل من أوروبا والبرازيل. وفي عام 1910 شارك في دورة كروية لكرة القدم كانت مقامة آنذاك بدولة فرنسا. وفي عام 1912 شارك آنذاك في بطولة كروية كانت تشبه إلى حد ما بطولة كأس العالم للأندية كانت مقامة آنذاك بالعاصمة البرازيلية. ودون أن ننسى تمكن برشلونة خلال هذه السنوات الفوز ب3 نسخ لكأس إسبانيا عام 1910 والتي تعتبر أول بطولة رسمية فازت بها برشلونة وأول بطولة في كأس
إسبانيا، وفاز أيضا عام 1912 و 1913. وصلنا الآن إلى عام 1917 والذي يعتبر إحدى أهم التواريخ والمحطات المفصلية في تاريخ نادي برشلونة، وهو عصيان اللاعبين سنة 1917. سبب هذا العصيان بكل بساطة كان تراكم العديد من شكاوي اللاعبين على الإدارة، مثل عدم رفع الأجور وعدم دفع المستحقات وظروف العمل والتدريبات السيئة والتجاوزات الإدارية في حد ذاتها. عموما أدى هذا العصيان إلى توقف نشاطات النادي من تدريبات ومباريات لمدة أسبوعين حتى تم حل واحتواء هذه المشكلة. وفي عام 1922 افتتح برشلونة أول ملعب كبير ورسمي للنادي، ملعب كامب دي ليس كورتيس. هذا الملعب كان يتسع آنذاك 22,000 متفرج، اللي بدأ استعماله من عام 1922 إلى غاية 1957. في الفترة الممتدة من عام 1920 إلى غاية 1955 كان الإقليم الكتالوني بصفة عامة يعاني من اضطهاد وظلم كبير من طرف الحكومة المركزية الإسبانية، وأيضا تأثير الحرب العالمية الأولى والثانية على النادي، حيث في عام 1930 مات رئيس النادي خوان غامبر منتحرا بسبب منعه من رئاسة نادي برشلونة عام 1925. وفي عام 1936 تم إعدام رئيس برشلونة آنذاك جوزيف سونال من طرف أتباع فرانكو بطلقات رصاص بسبب انتمائه لحزب سياسي معادي لفرانكو. دون أن نهمل الحديث على الحرب العالمية الأولى والثانية، وبرشلونة كغيره من الأندية كان له تضرر كبير جدا من هذه الحرب، خاصة تعرض مقر النادي للقصف والنهب على العديد من المرات من طرف القوات الفاشية، خاصة في عام 1938 حيث تعرض إقليم كاتالونيا للقصف من طرف القوات الفاشية الإيطالية، وتم تدمير مقر النادي بدعم من الجنرال فرانكو. ولعل أبرز ما حدث لبرشلونة من خلال تضييق جنرال فرانكو عليه هو منعه من استخدام الأسطورة الأرجنتينية ألفريدو دي ستيفانو من خلال تغيير قوانين الدوري الإسباني وجلبه لريال مدريد عام 1953. وفي عام 1954 تم بدء إشغال بناء ملعب الكامب نو الذي تم افتتاحه عام 1957، حيث كان يتسع آنذاك ل 72,000 متفرج. أما أوروبيين راح يتساءل البعض منكم وراح يقول وينها برشلونة من الناحية الأوروبية؟ هنا برشلونة كانت ضعيفة جدا من الناحية الأوروبية، حيث مشاركاتها كانت قليلة جدا إلى شبه معدومة، باستثناء مرة واحدة وصل فيها إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وخسر النهائي. وبالمختصر المفيد هذه هي ألقاب برشلونة منذ بداية تأسيس النادي إلى غاية 1970. فاز برشلونة ب17 نسخة لكأس ملك إسبانيا، 8 ألقاب دوري إسبانيا، 0 تتويجات أوروبية دون احتساب 3 ألقاب لكأس المعارض باعتبارها معترف بها من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وليس معترف بها من طرف الاتحاد الأوروبي، ووصول واحد لنهائي دوري أبطال أوروبا وخسارته أمام بنفيكا عام 1961. بالمختصر المفيد وصلنا إلى نهاية حلقتنا من سلسلة برشلونة الطريق نحو القمة. إن شاء الله تكون الحلقة عجبتكم ونلتقي في الحلقات القادمة. كان معكم صهيب وهذه هي قناتنا. سلام.